قبل ما نبدأ، خليك صادق مع نفسك. انت فعلا كسول ولا بس زهقت من المحاولة؟ يمكن أكتر حاجة وجعتك إنك فاكر إن المشكلة فيك، إنك مش منضبط، مش قوي، مش زي غيرك. بس خليني أقولك حاجة خطيرة: الكسل غالبا مش عيب. الكسل نتيجة ضغط، نتيجة خوف، نتيجة محاولات فشلت ومحدش شاف تعبك. النهاردة مش هجلدك ومش هحفزك. النهاردة هنفهم ليه دماغك بيقف ضدك وإزاي نرجعه في صفك. 1. ليه كلمة كسلان ظالمة؟ أكتر كلمة اتقالت للناس الغلط، لأنها بتختصر قصة كاملة في وصف واحد. الكسل الحقيقي نادر. أغلب اللي بنسميه كسل هو خوف متراكم، إرهاق نفسي، فقدان معنى. مثال عميق: شخص كل مرة يبدأ حاجة يقف في النص. الناس تقول ده ما بيكملش، بس محدش شاف الإحباط اللي فات، المحاولات اللي فشلت، الإحساس إنه مهما عمل مش كفاية. فدماغه اتعلم بلاش نبدأ أحسن. 2. دماغك مش عايزك تنجح، عايزك آمن. دي حقيقة صادمة. دماغك مش مصمم للنجاح، مصمم للبقاء. أي حاجة جديدة تساوي عدم يقين، تساوي توتر. فيقوم يعمل إيه؟ تسويف، تشتت، إحساس بالثقل، ملل مفاجئ. مش عشان يدمرك، عشان يحميك. مثال فظيع: واحد عنده فكرة مشروع، بس كل ما يجي يشتغل، يفتح سوشيال، ينظف الأوضة، يعمل أي حاجة غير المهمة. ده مش كسل، ده دماغ خايف من لو فشلت هعمل إيه. 3. الكسل كآلية دفاع. دي النقطة اللي ناس قليلة تفهمها. أحياناً الكسل بيحميك من الفشل، بيحميك من النقد، بيحميك من الإحساس إنك مش كفاية. فبدل ما تحاول وتوجع، تأجل وتسميه كسل. مثال: طالب ذكي بس مش بيذاكر. ليه؟ لأن أول مرة فشل اتربط في دماغه المذاكرة بتساوي وجع. فالكسل هنا درع. 4. الإرهاق النفسي أخطر من الكسل. في فرق كبير بين واحد مش عايز، واحد مش قادر. الإرهاق النفسي يخليك حاسس إنك تقيل، كل حاجة مجهدة، حتى الحاجات اللي بتحبها. مثال: شخص كان طموح، بيتعلم، بيحاول. بعد سنين ضغط ومقارنات بقى بيهرب، مش متحمس، فاقد الشغف. مش لأنه فاشل، لكن لأنه اتحرق. 5. ليه التحفيز بيبوظك؟ التحفيز السطحي بيقولك قوم، شد، اضغط على نفسك، بس ده بيزود الذنب، الكره للنفس، المقاومة. الدماغ يربط الفعل بتساوي ألم ويهجر الفعل. الحل الحقيقي من غير كذب: الحل مش إنك تبقى أقوى، الحل إنك تبقى أذكى. القاعدة الأولى: صغر البداية لدرجة سخيفة. مش هخلص، لكن هبدأ. مثال: مش هتمرن، لكن هلبس الجزمة. مش هكتب، لكن هفتح الملف. البداية الصغيرة بتكسر الخوف. القاعدة التانية: افصل الفعل عن الشعور. مش لازم تحس عشان تعمل، اعمل والشعور يلحقك. مثال: كاتب مش طايق يكتب، كتب سطر، السطر سحب التاني. القاعدة التالتة: اسأل السؤال الصح. مش ليه أنا كسلان، لكن أنا خايف من إيه؟ أو تعبان من إيه؟ الإجابة دي بتحل نص المشكلة. 7. تمرين عملي قوي وبسيط. دلوقتي مش بكرة. اكتب: 1. حاجة مأجلها. 2. أسوأ حاجة ممكن تحصل لو بدأت. 3. أصغر خطوة دلوقتي دقيقتين. نفذ من غير تفكير. أنت مش كسول، أنت إنسان دماغه حاول يحميك. الكسل مش عيب ولا عدو، هو رسالة.
ولما تفهم الرسالة وتاخد خطوة صغيرة، مش بطولك، بطريقتك، الحركة بترجع والثقة بترجع والحياة بتمشي. لو الكلام ده لمس حاجة جواك، اكتب في التعليقات: مش كسول، فاهم. والفيديو الجاي هنتكلم عن إزاي تبني عادة من غير ما تكره نفسك.